ازاي تتحول لطالب ياباني عبقري. في الحلقة دي هنشرح حاجات كتير قوي مهمة جدا عن أسرار اليابانيين، وإيه الفرق ما بين شخص عادي والشخص الياباني، وإيه اللي بيميزهم وبيخليهم ناجحين في حياتهم. خلينا متفقين إن الشخص الفاهم هيستفاد من الفيديو ده كويس قوي، وهيطلع بيه بمعلومات محدش قالها قبل كده. خلونا نبدأ. عمرك شفت طالب ياباني منظم هادي عبقري كأنه روبوت متبرمج على النجاح؟ طب ليه احنا بنحاول نذاكر بالساعات بس بنحس ان احنا بندور في دايرة؟ انت مش لازم تكون طالب ياباني، بس لازم تفكر بنفس عقلية الطالب الياباني. بصراحة احنا بنذاكر كتير بس بنضيع وقت اكتر. بنفتح الكتاب، نراجع اول سطر، نقعد نسرح في السما شوية، بعدها نحس بالذنب ونبدأ من جديد. لكن مفيش نظام. النتيجة ضغط، ملل، إحساس إنك مش بتتطور. بس اليابان لأ، هم حولوا المذاكرة من عذاب لعادة، وده الفرق الحقيقي بيننا وبينهم. طب إيه أسباب الفرق ما بين الطلاب العادية وما بين الطلاب اليابانيين؟ في سببين مهمين جدا. ببساطة السبب الأول إن الطالب العادي بيتعامل مع الدراسة كواجب لازم يخلصه، إنما الطالب الياباني بيتعامل مع الدراسة كرحلة تطوير ذاتي. هو مش بيسابق حد، هو بيسابق نفسه، وده اللي بيخليه يذاكر بحب مش بخوف. السبب التاني إن الطالب الياباني مش أذكى من الطالب العادي ولا أي حاجة. السر إن هما بيحترموا الوقت والعادات الصغيرة. هما شايفين إن كل دقيقة فرصة يطوروا فيها حتى لو 1%. يعني ببساطة بدل ما يذاكر 10 ساعات مرة واحدة، هو يذاكر ساعة واحدة كل يوم بس بتركيز كامل. طب ليه لازم تفكر زي الطالب الياباني؟ لأنك لما تبدأ تذاكر بعقلية الياباني هتكتشف إن الدراسة مش مجرد درجات، دي طريقة بتبني بيها شخصيتك وتركيزك ومستقبلك. كل خطوة صغيرة هتعملها النهاردة هتخليك بعد سنة شخص تاني تماما. وافتكر إن أنت مش لازم تكون ياباني، بس لازم تفكر زي الياباني. وعشان أكون صادقة معاك لازم يقابلك عقبات. أكبر عقبة الكسل والتسويف. الدماغ هتقولك هنبدأ كمان شوية، وبعدين اليوم يصير. الحل إن أنت تاخد خطوات صغيرة جدا. في اليابان عندهم مبدأ اسمه كايزن، وهنشرحه كمان شوية بالتفصيل. وطبعا في عقبات تانية زي الكسل والسوشيال ميديا والمشتتات، بس الوضع مختلف مع الياباني لأنه بيحط نفسه في بيئة بتساعده على التركيز. يعني بيذاكر في مكان بسيط جدا مفيهوش أي تشتت، بيبدأ ب5 دقايق بس. الدماغ أول ما تبدأ الحماس بيجي لوحده. ودلوقتي خليني أقولك على أسرار العادات اليابانية بعد ما شرحنا أهم النقاط اللي هتخليك تفكر فعلا زي الياباني. وبقى معاك إجابة لكل الأسئلة اللي تخص إزاي تتحول لطالب ياباني. 1. عادة سيري، وهي التنظيم. قبل ما يبدأوا يومهم بينظفوا مكانهم وبيشيلوا أي فوضى. ليه؟ لأن الفوضى الخارجية بتساوي فوضى داخلية. ابدأ كل يوم بترتيب بسيط حتى لو مكتبك بس. 2. عادة الجمان، وهي التحمل. الياباني بيتعلم الصبر والهدوء حتى لو زهق. هو عارف إن كل تعب مؤقت، لكن النتيجة دايما. لما تحس إنك خلاص تعبت جرب تكمل 5 دقايق زيادة وشوف بنفسك النتيجة. 3. عادة الكايزن، وهي التحسين المستمر. وده مبدأ إنك كل يوم لازم تطور نفسك حتى لو بنسبة صغيرة 1% مثلا. مش لازم تبقى مثالي، بس لازم تكون أفضل من امبارح. 4. عادة الهانسي، هي المراجعة الذاتية. معناها ببساطة إن في اليابان قبل ما بيناموا بيسألوا نفسهم إيه الحاجة اللي كنت أقدر أعملها أحسن. جرب تكتب كل يوم سطر واحد بس عن حاجة اتعلمتها النهاردة. 5. عادة الشودان، وهي العمل الجماعي. في اليابان بيذاكروا سوا، بينظفوا سوا، بيتعلموا سوا، لدرجة إن هما بينظفوا مدرستهم بنفسهم، وكل جروب أو تيم بيبقى مسؤول عن نظافة حاجة معينة. وده لأن التعاون بيخلي المذاكرة أو أي عمل ممتع ومش مرهق خالص. دور على شخص يشارك هدفك، بس خلي بالك لازم تختار الشخص ده كويس. اليابان علمونا إن النجاح مش في الجينات ولا وراثة، النجاح في التفاصيل الصغيرة اللي بتكررها كل يوم. لأن التفاصيل الصغيرة هتبقى عادة، والعادة هتبقى عبارة عن يومك كله. ابدأ النهاردة بخطوة صغيرة جدا، حتى لو ترتيب مكتبك. كل عادة صغيرة بتقربك من النسخة العبقرية منك. ويلا قولنا في الكومنت أول عادة يابانية هتبدأ بيها إيه. وفي النهاية ما تنساش تستمتع بحياتك، الوحش قبل الحلو، لأنها أجمل أيام العمر وهتتمنى ترجع تاني. ولو عجبك الفيديو اشترك في قناة مايند فول.